الشارع الرياضي المصري مالوش سيرة غير منتخب مصر هيعمل ايه في بطولة افريقيا. هل منتخب مصر هيبقى بطل بجد زي ما عودنا قبل كده، ولا هيبقى بطل من ورا؟ معاكم في بودكاست كرة قصد محمد الشهاوي مع صديقي العزيز تامر الخولي. اخبارك يا تامر؟ اهلا اهلا محمد، ازيك يا تامر؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ندخل في صلب الموضوع يا تامر. يلا انا بينا. عايز اكلمك دلوقتي، هل انت راضي كتامر عن اختيارات منتخب مصر؟ لان الشارع الرياضي له تحفظات عليه، رأيك انت ايه؟ وانا كمان ليا تحفظات. بتوافق الناس على التحفظات ديت؟ حقيقي انا هقول لحضرتك على حاجه. حسام حسن طبعا هو اختار قائمه مكونه من 28 لاعب. مظبوط. عندي خلاف بسيط في بعض الاختيارات. اولهم ان حسام حسن مختار 4 حراس مرمى، وما اظنش ان ده حصل في افريقيا دلوقتي. لو شفت كل السكواد بتاع كل الفرق. المنتخبات مفيش 4 حراس مرمى. انا عندي مشكله هنا لسببين. عندك مكان انت خدته لحارس مرمى كان ممكن تستفيد بيه في لعيب مدافع، لعيب خط وسط اللي انت فعلا يعمل لك بتحتاجهم. اضافه للمنتخب. بالظبط. لكن الحراس المرمى انا وانت عارفين يا محمد ان ممكن الحارس يكمل البطوله كلها والاتنين التانيين قاعدين على الدكه. هرد عليك، هقول لك ممكن هو مثلا من تاريخ دراسته للمنتخب لما حصلت ايام كوبر ان اتصاب الشناوي واحمد الشناوي وشريف اكرامي في مفاجاه ما كانش حد متوقعها، لعب بعصام الحضري اللي كان الاختيار الثالث. هو تألق الحضري، مم. بس ممكن يقول لك انا مش عايز يحصل معايا كده مثلا. وحصلت قبل كده كمان اصابه الشناوي وبعدين اصابه محمد صبحي وبعدين نزل ابو جبل وتالق. حصلت. بس هم 3 في النهايه. انت لو قعدت فكرت هتلاقيهم هم 3. هما ثلاثة. طب أنا عايز أسألك سؤال تاني، وده من وجهة نظري يا تامر. هل أنت شايف إن الحراس المرمى دول أحسن 4 حراس مرمى في مصر يتم اختيارهم للمنتخب؟ بصراحه لا. يعني انا عندي تحفظات على بعض الاسماء، ويمكن حسام حسن نفسه رد على اللي انا هقوله ده. انت لعبت ماتشات كتير مع المنتخب. مظبوط. شفت احمد الشناوي نزل لا. في ماتشات وديه حتى؟ لا. لا، هو ده لعب محمد صبحي وما لعبش احمد هو الشناوي. الاعتماد واضح إن الشناوي محمد الشناوي رقم واحد، محمد واتنين الشناوي مصطفى شوبير. وشوبير. تمام. تمام. يبقى انا مختار احمد الشناوي اللي ما لعبش معايا ولا دقيقه. مختاره ليه؟ ممكن أقول لك إن هو مثلا عايز الإعلام ما يقولكش إن بيراميدز بطل أفريقيا والحارس بتاعه ما بيلعبش مع المنتخب. ما هو لو هتمشي كده يبقى انا اسف هقول لك ان احنا مش هنكمل. واضح لو إن هتمشي كده مش هنكمل. واضح ان موضوع الاختيارات انت واخده بصفة، شايف ان الاختيارات انت ما انتش موافق عليها خالص، وشايف ان كان في احسن من كده بكتير. كان في احسن. بس انا زي ما قلت لك قبل كده في بودكاست قبل كده ان انا عندي حته ميل لكابتن حسام حسن انت بتحبه واحنا جدا. بنحب الكابتن حسام حسن، بس وقلت بنتكلم كمدرب. وقلت لك قبل كده ان الراجل ده عنده كاريزما. الراجل ده ممكن يكون الشخص الوحيد اللي ما اتفرجش عليه قايمه او لستة. هو بيختار. لكن لما شفت الاختيارات بدات اراجع نفسي طب انت بصراحه. بالنسبة للحراس، انا شايف دلوقتي ان محمد بسام بيقدم مستويات كويسة جدا. انا شايف ان هو المفروض كان يبقى معاهم. عاجبني برضو محمود جاد، بس هو ما بيلعبش بصفة مم. اساسية مع بيراميدز. في حراس مميزين في الدوري، يعني مثلا هتكلم عن بسام بالاخص. ليه ما انضمش محمد بسام طالما هم 4؟ والله ليه ما انضمش ديت يسأل عنها حسام حسن. حسام لكن حسن. لكن كاسم محمد بسام افضل من 2 هو مختارهم. صح. يعني هقول لك الاختيارات. انا احط نفسي مكان حسام حسن. محمد الشناوي لازم يكون موجود رغم طبعا. المستوى اللي بيقدمه. بس هو الراجل ده كابتن الفريق. الراجل ده خبرة كبيرة خبرة كبيرة محدش يقدر جدا. يتكلم فيه. ما نقدرش. رغم ان انا هقول لك على حاجة ان محمد الشناوي لما بدأ وتألق كان في بطولة كبيرة. صح. كان في كأس في العالم. كأس العالم تمام. مظبوط. وتألقه بدأ في كأس العالم. فما تقوليش اصلا هجيب لعيب ما لعبش وما ما احتكش. لا، هو ممكن يتألق في بطولة كبيرة عادي تمام، جدا. اتفقنا على محمد الشناوي. مصطفى شوبير مصطفى طبعا شوبير لا رقم خلاف 2. عليه. راجل موهوب موهبة فطرية. رقم 3 محمد بسام. محمد بس. يعني انت وقفل بتقول، على كده. دلوقتي تامر رأيه وانا متفق معاك في الرأي ده، ان محمد بسام احسن من احمد الشناوي ومحمد صبحي. واحسن من محمد ده صلاح. طبيعي طبيعي. الراجل كلام احتك سليم، ما واحتكاكات. اقدرش اتكلم احتكاكات عنه. دوليه وغير كمان مع فرقته اساسي. صح. كابتن فرقته. صح. الراجل ده حقه انه يكون موجود. كان حقه انه يكون ومش عارف موجود. امتى هيتقدر. مش عارف. بالنسبة خلصنا قصة حراسة المرمى، وهي فعلا قصة مهمة جدا طبعا لأن مركز طبعا. حراسة المرمى هو أهم حاجة في الفريق. ناخد باقي الاختيارات للخطوط. أنت إيه رأيك في اختيارات خط الدفاع؟ خط الدفاع لو قلنا بمنتهى البساطه وسالنا اي حد ايه نقط القوه ونقط الضعف لمنتخب مصر. نقطه الضعف في منتخب مصر
هو خط الدفاع انا كله. شايف خط الدفاع بيقدم ضحك، محدش يزعل منه. ايا كان مين اللي هيلعب بيه حسام حسن، الاربعه اللي ورا. اصل في ناس تقول لك ايه، السنتر باكين هم اللي مشكله، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، هم دول المشكله، محمد اسماعيل. لا، على اساس اللي انت معاك روبرت الباكين كمان كارلوس فيهم مشكلة. ودانيال الفيز مثلا، ما هو الكلام يبقى بالعقل. عندك مشكله كمان في الباكين. انت دلوقتي عندك محمد هاني واحمد عيد باك يمين، خلاص. كلام سليم. محمد هاني مع احترامي للخبرات والاحتكاكات اللي احتك بيها مع انديه او مع المنتخب، لكن اكيد في حد كويس، اكيد في حد ممكن يطلع. يعني مصر 110 مليون، مش عارفين نطلع باك يمين ولا باك شمال للاسف، ولا باك شمال. ارد عليك بخصوص محمد هاني، انا شفت الكابتن ابراهيم حسن كان بيتكلم مقتنع بمحمد هاني، يعني هو مثلا ابراهيم حسن بعده محمد هاني، وان هو وصلها بطريقه طول ما حسام وابراهيم حسن موجودين بيدربوا المنتخب، محمد هاني هو الباك اليمين. محمد هاني هي قصه غريبه ومحدش فاهمها، كنا اتكلمنا عنها قبل اتكلمنا كده. عنها قبل كده، مظبوط. محدش فاهم، فمش عايزين نطول في القصه ديت، لكن هنقول ان محمد هاني هو اختيار منطقي. هو مش اعلى كواليتي ولا، بس هو المنطقي المتاح. المنطقي. بالنسبه للباك الشمال، شايف ان فتوح ومحمد صبحي كفايه قوي على المنتخب ان هم يبقوا دولت الباكات الشمال؟ فتوح ومحمد حمدي، انا اسف، محمد تمام. حمدي. للاسف انا كنت عايز اغير مكان حارس مرمى بباك شمال. انت قدامك لعيبه الدوري كتير، وعندك باكات شمال كويسه، وعندك اسامي كنا اتكلمنا فيها قبل كده زي يحيى زكريا مثلا. شايف ان انت ممكن كان تحتاجه، يستاهل فرصه ينضم طبعا للمنتخب؟ طبعا، مش عشان هو الولد كويس ولا مش كويس ولا فنيا، انا بتكلم دلوقتي فنيا. انت ممكن تحتاج فعلا واحد بيلعب برجله الشمال في الحته دي غير فتوح وحمدي. ليه؟ انت ممكن تلعب الاثنين اصلا باكين، تلعب حمدي جنب سنتر باك، وتخلي فتوح هو الباك الشمال، ومحتاج واحد بيلعب برجله لو الشمال. انت عدلت الطريقه صح كده لو غيرتها. فانا محتاج القصه دي. لا، انا اختياري للباك الشمال، وانت عارف ان دايما مصر فيها مشكله في الباك الشمال، مظبوط. فانا ازود الحته دي. يعني دلوقتي لو قلنا مثلا ان لا قدر الله فتوح اتصاب، ما فيش غير محمد حمدي بس، بقيت بتلعب بواحد وهو مش قوي عشان يستحمل الضغوط دي، ومحمله انه يلعب 90 دقيقه كل الماتشات. طب او العكس، يبقى فتوح ولا هيلعب؟ لا طبعا. انا عايز اقول لك حاجه يا تامر، وده للتوثيق ان شاء الله. يحيى زكريا في كلام قوي ان الاهلي خلص معاه، لو هو راح الاهلي تاني يوم هينضم للمنتخب. هي دي مشكله، دي مشكله، وانا يعني نفسي انها او العاده دي نتخلص منها. احنا اتفقنا من اول ما بدأنا الموضوع ده على خير ان شاء الله، وهنكمل فيه باذن الله، اللي احنا اتكلمنا في حته مبدأ الصراحه والشفافيه مع الجمهور. صحيح. وده رايي، مثلا ممكن تامر يكون مختلف معايا، بس ده رايي الشخصي. اللاعب بيروح الاهلي والزمالك بغض النظر عن الكواليتي بتاعته والكفاءه بتاعته بينضم للمنتخب. هي دي آفة المنتخب المصري. خط الوسط يا تامر، ايه رايك في الاختيارات؟ خط الوسط هو يعتبر تاني اقوى ميزه في منتخب مصر. في ناس بتوجه لوم وعتاب ان هم شايفين ان في ناس كانت تستاهل تنضم للمنتخب في خط الوسط، يعني مثلا قصه حارس المرمى، كنت ضميت لعيب خط وسط معاه، او اللي بيزعل مثلا لما بيشوف التشكيل، انا بتكلم معاك بصراحه، ولا خط الوسط يقول لك مش عاجبني. انت لو عايز رايي، انا شايف ان خط الوسط باختيارات كابتن حسام هو مفيش احسن من كده حاليا. ممكن يبقى عندك اعتراض على اسم او اسمين، لكن بالكواليتي اللعيبه اللي مختارها هم احسن ناس موجودين. وتعالى نشوف مين اللي موجود. يعني انت مختار زيزو وامام ومروان عطيه، مهند لاشين، حمدي فتحي، محمود صابر، انا شايف محمد شحات. انا شايف ان الاسامي، لا انت لو دورت احسن الموجودين بالظبط، بس ازاي تستغل الاسامي. يعني انت قصدك دلوقتي ان ممكن بيبقى في شق فني اللاعب كويس، صحيح، وممكن شق تدريبي ان حتى لو اللاعب امكانياته متوسطه انا بطلع منه اعلى حاجه وبسخرها لمصلحه الفريق. انا لازم ابقى عارف اللعيب اللي عندي ده امكانياته ايه، وهستغلها ازاي وامتى. وان في لعيبه يعني المواصفات بتاعتها لماتشات معينه، ولاعيبه تانية بتلعب ماتشات كل واحد وليه ماتش. صحيح. يعني انا هديك مثال بما ان انت فتحت الموضوع ده. بالمناسبه احنا التصوير ده يوم ماتش منتخب مصر، احنا بنصور قبل ماتش مصر وزيمبابوي ان شاء الله دلوقتي. فاحنا الكلام، وطبعا الحلقه هتنزل هيكون الماتش اتلعب، فاعتبروا الكلام على الماتشات اللي جايه ان شاء الله، بدايه من ماتش جنوب افريقيا. فانا هديك مثال على اللي هيحصل او اللي ممكن يحصل النهارده. ماتش زيمبابوي، هي زيمبابوي اضعف فريق موجود في البطوله اصلا، تمام. هو الرانك بتاعها 129 على العالم، وفريق يعتبر هو اضعف فريق مع كامل الاحترام بيه، بس مش ده اللي يخاف. هديك مثال بقى.
اللي انت قلته دلوقتي بقصه ان انا هختار اللعيبه ازاي. انا شايف ان الماتش ده انا لازم العب بامام عاشور مش زيزو. انا عايز ادي الامام فرصه، واحتكاك مش قوي، هو مش هيلاعب برضو الكاميرون ولا هيلاعب كلام سليم، انت كوتيفوار. مش نازل قدام نيجيريا ولا والراجل كان السنغال. مصاب ولسه راجع. اديله في ماتش زيمبابوي العب ال 90 دقيقه يا امام. فانا امتى اختار اللعيب وانزله امتى وهعوز منه ايه؟ ماتش مفتوح، ماتش سهل جدا حتى بدنيا سهل، فلعب امام عاشور. لكن ممكن اجي اقول لك دلوقتي يا شاوي قدام جنوب افريقيا انا محتاج زيزو. الورك ريت بتاعه قوي، لعيب عنده التحامات. ثقه في نفسه، بيعرف يدافع وبيعمل كل وبالمناسبه حاجه. انا ممكن احتاج زيزو وحمدي، رغم ان انا عندي اختلاف على حمدي. ده حمدي كان كويس، حمدي فتحي. تمام. حاليا حمدي مش بيقدم انا حاجه. كنت عايز اسالك سؤال عن حمدي فتحي بالذات. اتفضل. حمدي فتحي بقاله فتره مع المنتخب، من اساسيات المنتخب، وفي وجهه نظر بتتكلم ان هو لعيب قوي ولعيب بيحمي الدفاع والكلام ده كله. هل انت شايف من غير تحيز لاي حاجه ان لما راح الدوري القطري مستواه راح؟ انا في كاس العالم للانديه حسيت ان هو عبء، لدرجه ان هو قال ان هو عايز يرجع الاهلي، ومسؤولين الاهلي قال له خلاص الفرصه ما عادتش تنفع. صحيح. انت شايفه مع المنتخب ليه لازمه؟ بص انا بكلمك بصراحه. هقول لك والله حمدي فتحي كان ركيزه من ركائز من ركائز الركائز بتاعت المنتخب، كلام سليم. في حته الديفندر، اللاعب اللي بيلعب ست. قبل- ليه؟ قوه بدنيه، تمام. تمام. وبيعرف يحرك الكوره. حمدي فتحي من ساعه ما سافر الى الان عنده مشكله، احنا شفناه في كل الماتشات مع كلام كابتن حسام. سليم. بدنيا قوي وبيقطع الكوره. طب وبعدين؟ ما انا مش عايز انت تبقى ستوبر. اي ستوبر في الدنيا بيقطع الكوره عارف يبصيها، انما هقطع الكوره وابصيها لورا يبقى انا مش محتاجك. انا ممكن احتاجك في ماتشات معينه انا كسبان وعايز ايه؟ تمام. اامن الاثنين السنتر باكات بتوع اللي احنا قلنا ان هم يعني اي حد بيروح يرمي السلام عليهم بيدخل جون يعني. خليني اسالك سؤال، انا عايز جه في دماغي دلوقتي. قول. انت دلوقتي بتقول ان حمدي فتحي بيقطع الكوره وبيرجعها لورا وكده، وفي نفس الوقت بتقول ان مروان عطيه لازم يلعب اول واحد في المنتخب. ايه اللي فرق حمدي فتحي عن مروان عطيه؟ وهل انت دلوقتي بتقلل، مش قصدي، بتتكلم عن حمدي فتحي ان انت خلاص نسيته شويه عشان مروان عطيه ظهر واقوى منه؟ هي مش قصه ان انا نسيته، احنا بنتكلم في منتخب مصر يا شاو، منتخب مصر. انا انا ما معاك. عنديش اي انتماءات دلوقتي. الموضوع مش موضوع انتماءات. في ناس بتتفرج على الفيديو عشان اكون معاك صريح، يقول لك ده اهلاوي، ده عايز مروان عطيه يلعب واحسن من اي لعيب زملكاوي. احنا بنتكلم للصالح العام والله. لا بس طبعا. انت مروان عطيه، انا بقول لك وجهه نظر. السؤال يا تامر جه في دماغي والله دلوقتي. معاك. انت بتتكلم دلوقتي، هل انت مثلا حمدي فتحي شايف ان دوره قل بسبب وجود مروان عطيه، ولا هو مستواه ذات نفسه اجبرك اللي انت تقول ان هو خلاص بالظبط. ما عادش ليه لازمه؟ هو مستواه حمدي فتحي لو في البيك بتاعه وفي قمه مستواه الراجل ده ما يطلعش من الملعب. بس دلوقتي واللي اتفرجنا عليه ان حمدي فتحي اللي بيعمله انا ممكن اعمله. هو مستواه البدني اولا وقع، ده ملاحظاتي عليه. دي نقطه. تاني حاجة تركيزه قل جدا. تالت حاجة معلش يا تامر، قول. بس أنا عايز أضيفها، إن حمدي فتحي كان بيتعامل زمان كان لاعب عنده إنكار ذات. دلوقتي حمدي فتحي راجع نافش ريشه. عايز اقول لك انا معايا عربيه لامبورجيني مثلا او حاجه ونازل. انا بتكلم بصراحه، شفته مع الاهلي في كاس العالم للانديه، طول عمري كنت بحبه، بقول من احسن الصفقات، يعني بيعمل مجهود ومش مستني تقدير عليه. دلوقتي انا حاسس ان الاتيتيود بتاعه بقى حاجه تانية. فمروان عطيه هو الانسب عشان قصه خط الوسط. هقول لك بقى مين انا شايفه اللي يعوض حمدي فتحي. انا حسيت ان انت عايز تقول حاجه زي كده وكنت هسالها لك فعلا. طبعا انت قلت على اللعيب كواليتي. حمدي فتحي ممكن حتى موضوع بدني انت قلت ان هو وقع ودي حقيقه، ما عادش زي الاول. كلام مظبوط. وكان زمان كان كرييتيف، بيحاول يطلع الكوره. انا مش عايز لعيب يقطع الكوره وفي الاخر ما عرفش يعمل بها ايه. لذلك وجود مروان مهم ليه في المكان ده. مروان هيعرف ياخد الكوره تمام ويعرف يطلع الاثنين والثلاثه اللي قدام، اذا كان صلاح ولا اذا كان تريزيجيه او مرموش هيعرف يعمل ده. بيعمل صراحات لصلاح وطور جدا مين في الحته بقى دي. اللي انا اتمنى ان هو يكون موجود مكان حمدي فتحي؟ مهند لاشين. يا انا اول مره اسمع حد يتكلم عن مهند لاشين. مهند لاشين لعيب هقولها لك زي ما احنا بنقولها كده، هو كوير، راجل ديفندر بس كوير. اثبت وجوده مع بيراميدز جدا، وكان مع منتخب مصر طبعا هو اكتشاف كروش. الراجل فعلا لو شفته بيعرف ازاي يقطع الكرة. ولعلمك التحامات مهند لاشين معظمها بدون اي فاولات، غير حمدي فتحي بقى بيعرف يستخلص الكوره من غير عنف. بالظبط.
حمدي فتحي ممكن يجيب لك كرة، بس حمدي ده فتحي ممكن بيكسر في ماتش قوي ياخد طرد. حقيقي. تمام. انا متفق معاك في مهند دي لاشين مش كده. ايه تاني بيفرق مهند لاشين عن حمدي فتحي؟ ان انا ازاي هطلع الكوره، ازاي هكريت كوره لقدام، مش هاخد الكوره واقطعها وابصيها للمدافع. فمهند لاشين انا اتمنى ان هو يكون موجود جنب مروان لو هنلعب يا كابتن حسام باتنين ارتكاز. تمام، كلام سليم. بالنسبه لخط الهجوم، خط الهجوم احنا مش هنتكلم فيه كتير لان احسن العناصر فعلا اللي انضمت للمنتخب. انا بس عايز اسال تامر، وده سؤال شخصي بالنسبه لي، مين المهاجم يا تامر لو انت بتحط التشكيل اللي تلعب بيه الاساسي؟ طبعا احنا من ضمن نقط قوه في منتخب مصر هو خط الهجوم، وده لا خلاف عليه. انت بتتكلم على احسن لاعب في مركزه، تمام، على محمد صلاح الاسطوره. واحد زي عمر مرموش من اغلى اللعيبه دلوقتي في العالم او في افريقيا يعني، تمام. مهاجم زي مصطفى محمد. فانا شايف ان خط الهجوم في منتخب مصر هو نقطه قوه لا خلاف عليها، مع وجود وكل المنتخبات التاريخي للمنتخب طبعا، وكل المنتخبات هتعمل حساب للناس دي. زمان كنا بنقول لك احنا هنعمل حساب لصلاح، لا دلوقتي انت وسعت الموضوع، اعمل حساب لصلاح ولا مرموش ولا تريزيجيه ولا مصطفى. فالموضوع بدأ ايه يديك قوة اكتر وتقل اكتر في المنتخب. انا معلش يا تامر سؤال، قول. دلوقتي مين احسن 3 تبدأ بيهم اي ماتش؟ لان انا عندي اختيارات وحاسس ان انا هختلف معاك. رأيي انا الشخصي وطبعا ده ملوش علاقة باللي ممكن يعمله كابتن حسام تمام. يعني انا لو هلعب ب3 هلعب بمحمد صلاح، تمام، وينج يمين، هلعب بتريزيجيه وينج شمال، وهلعب بعمر مرموش سترايكر. انت غشيتها مني يا تامر، لان انا فعلا كنت هختار نفس الاختيار، مع مش تقليل من مصطفى محمد او اتخاذ موقف ضده والله، بس انا شايف فعلا اسامه فيصل منفصل جدا، يعني اقل مع احترامي ليه عن مصطفى محمد وعمر مرموش. مش هنبدا بيهم كلهم، هيبقى صلاح وتريزيجيه يبداوا هم الوينجات، وقدامهم عمر مرموش، والبديل القوي بتاعه مصطفى محمد. صح. ده لو عملناها قدام اي منتخب والله العظيم، انت قلت كلمه عجبتني جدا، مهما كان منتخب في القاره، اتقن منتخب في القاره، هينزل خايف مننا من خط الهجوم بتاعنا. بالظبط، لان انت عندك 3 فعلا يعوروا اي دفاع. دفاعنا ضعيف، بس اللي بنلعب قدامهم مش هم اقوى دفاع في العالم يعني، برضه هنعورهم، يعني هنعورهم كرويا يعني. وانت يا محمد، انت لما بتتكلم على اي منتخب بتقول مين النجوم اللي فيه، تمام. احنا قلنا في البودكاست اللي فات ان منتخب زي الكونغو عنده ارون وان بيساكا، ومنتخب جنوب افريقيا عنده فوستر بتاع بيرني، اللي زينا نيجيريا قريب عنده 3 انت بتقول قدام. اسامي بتقول صح باسامي، وفلان 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 ده بريمير ليج وده بريمير ليج وده بيلعب في الدوري الفرنسي وده. فانت بقى عندك اسامي، صح. ما بقتش مزبوط. منتخب الفرد الواحد. صح، مظبوط، تمام، مظبوط. ويمكن ديت اللي بتدينا نقطه قوه في الاختيارات اللي موجوده دلوقتي معانا، واتمنى ان الكابتن حسام ان شاء الله يسعدنا ويشرفنا ان شاء الله، ان شاء الله. طيب انا عايز اسالك يا شهاوي على حاجه، بس عايز اعرف رايك، مش يعني رايك انت الشخصي، مش حب وكره كروي. احنا معودين الناس على كده والله. تمام. محمد صلاح، وجود محمد صلاح في المنتخب، هل هو بيقدم قوه وميزه، ولا هو بالنسبه للمنتخب هو عبء وعيب في وجود حسام حسن؟ سؤال فخ جامد، بس انا هجاوبك عليه. محمد صلاح كنجم محدش يقدر يقلل منه، الراجل ده اسطوره، الراجل ده انجح لعيب في تاريخ الكره المصريه. تمام. بس انا بالنسبه لي انا بقيسها بحاجه، منتخب مصر يا تامر اقرب منتخب ليه في العالم منتخب ايطاليا. احنا الاثنين منتخبات من اكتر المنتخبات الناجحه في تاريخ الكوره. منتخب ايطاليا كان عنده ديلبيرو وانزاجي وفييري. ايطاليا بينزلوا يلعبوا 11 ايطالي راجل في الملعب. منتخب مصر احنا نفس النظام، 11 راجل في الملعب، لحد ما الخصائص اتغيرت. واقرب مثال نادي اليوفنتوس قبل كريستيانو كان حاجه، كريستيانو جه مش تقليل من كريستيانو، غير هويه النادي كله. عايز اقولها لك بكلمه، بوظ النادي بس خلاص. محمد صلاح، انا لو انا هنزل مثلا العب الفرق اللي قدامنا خايفه منه، بس احنا وصلنا بالموضوع ايه بقى من بعد منتخب مصر مثلا. قبل كده لو انا قلت لك اختار لي نجم منتخب مصر هتقول لي 11. كل واحد ليه راي، اللي هيقول لك حسني، واللي هيقول لك شوقي، واللي هيقول لك تريكا ومتعب والحضري وجمعه وكده. نجم منتخب مصر دلوقتي هتقول صلاح بس.
منتخب مصر طول عمره كان بيعتمد على الجماعيه. احنا بننزل 11 واحد طالعين من الدوري المحلي، بننزل قدام فرق افريقيه عندها 11 محترف في احسن انديه العالم. قبل الماتش الكلام على الورق ان هم هياكلونا، يخلص الماتش بلغه الكوره بلعناهم 4-5 تجوان. ليه؟ لان احنا كنا بنلعب بالمنظومه، وطول عمر مصر بتلعب منتخب المنظومه. تمام. عشان كده انجح منتخب. معلش احنا ما جبناش محترفين في تاريخنا زي المغرب. احنا عندنا لعيب لعب في الدوري المحلي عصام الحضري، بلاش وائل جمعه، معاه بطولات قد المنتخب المغرب 3 مرات كنادي وكمنتخب، مع احترام. تمام. محمد صلاح انت محورت الامور حواليه. محمد صلاح عايز شرط الكابتن. المنتخب بالادميه احمد فتحي بالامر اداه لصلاح. احمد فتحي صحيح. ده باك يمين تاريخي، يعني ما بنتكلمش عن محمد هاني. خسرت انت احمد فتحي لحد ما مشى من المنتخب. عبد الله السعيد هيلعب ليه؟ صاحب صلاح. ابو عمر جابر الكابتن محمود جابر هيدرب المنتخب، صاحب محمد صلاح. اوعوا تزعلوا صلاح. صلاح نازل، الممثلين رايحين له عايزين عيالهم يتصوروا مع صلاح، بس فطلعت صلاح بره التركيز. صلاح حلو احنا حلوين، لا ده مش منتخب. صلاح وحش احنا وحشين. صلاح ينزل الملعب. منتخب مصر طول عمره معلش حسام حسن، ده حسام حسن واللعيبه ديت كانت بتنزل تدافع في وسط الملعب، ومن بعدهم عماد متعب وعمرو زكي، معلش دول مش قليلين برضه. مع محمد صلاح احنا بمزاج محمد صلاح. محمد صلاح هيلعب وينج خلاص، لو في وينج تاني كويس لا ما تجيبوش، عشان ما حتى وجوده على الدكه ما يضايقش صلاح. صلاح نونوت وعايز يلعب مهاجم قريب من الجون، عايز يجيب جون، يبقى المهاجم ينزل وسط الملعب اللي هو مش دوره عشان صلاح يتقدم. صلاح لو معاه الكوره هيبقى احسن منه، بس صلاح لو وحش. في الاخر وصل بينا الامر بقى ايه؟ اللي احنا بقالنا من 2010 ما كسبناش بطولة افريقيا. وصلنا بس منتخب مصر لما بيوصل النهائي بيكسب البطولة مع احترامي. طب انت وصلت؟ ما هو ما عملش حاجة. ما وصلت النهائي. خلينا نكون صراحة، ماتشات مصر التاريخية في النهائي كل لعيب زايب لك ذكرى في كل بطولة كسبناها. انا قدام السنغال هو كان بيحاول شوية، قدام ماتش الكاميرون انا فاكره لحد دلوقتي ان جاب الجون المنتخب كله طلع. ما تعرفش بقى هم قال لك هنكسب البطولة. صلاح حتى لما الجونين جم ولا كان موجود. ده مش تقليلا من صلاح. صلاح ليفربول غير هو محمد صلاح بتاع المنتخب. صلاح مع ليفربول بيرجع يدافع، صلاح متعاون جدا مع الفريق، لكن هنا اللاعب مجبر ان هو يباصيله الكوره. معلش دي لعيبه مش قليله. لو انت مثلا لو محمد صلاح اعتزل، وما هيعتزل، ما هو مش قاعد تمام، بعد ما يعتزل ومنتخب مصر كسب البطوله هتقدر تصنف؟ ما هو ساعتها واحد هيقول لك ده مش اسطوره، ما هو في فترته ما كسبش بطوله مع منتخب مصر. فانا شايفه، مش عايز اطول في الموضوع، انا شايفه مش حته عيب قوي، بس وجوده طغى على المجموعه، على فكر المجموعه ولغاها، وده ضد هويه منتخب مصر. احنا منتخب ما بنلعبش بالمزاج، احنا منتخب بنلعب بانضباط، عشان الانضباط اكتر حاجه في الدنيا بيبقى السبب على توفيق ربنا في النجاح، واحنا نجحنا على حس الانضباط. 7 بطولات افريقيا، اسياد القاره بلعيبه كلها محليه. النقطه اللي عايز اكلمك فيها يا محمد، ان كل اللي بتقوله ده صح، ووجود صلاح وتاثير صلاح، وان صلاح هو النجم الاوحد للفريق، رغم انه حصل قبل كده ايام ما كان ميدو هو النجم الاوحد للفريق. لكن انا عندي خلاف بسيط، او حاجه بتطمني، او حاجه اتكلمت عنها كتير وهتكلم عنها، هو برضو وجود حسام حسن. صلاح ايام كروش وايام فيتوريا هو كان النجم الاوحد للفريق، وايام كوبر كان النجم الاوحد للفريق. وانت عارف قصه باصل صلاح وقصه الخطه بتاعت كوبر والكلام ده، ونرمي له الكوره وخلاص. تمام. و10 بيدافعوا وصلاح هو اللي بيهاجم لوحده في نص الملعب، ومتعلقين احنا بمستواه. صحيح. لكن انا مش شايف ان ده ممكن يحصل في وجود واحد زي حسام حسن. حسام حسن وكاريزما حسام حسن، لو انت فاكر انا قلت لك قبل كده ان ده الشخص الوحيد اللي يقدر يسيطر على نفوذ محمد صلاح، هو حسام حسن. حسام حسن ككاريزما، كتاريخ. انا قلت لك قبل كده ان الراجل ده كان صلاح وهو عيل صغير قد يكون معلق صورة حسام حسن عنده في الأوضة. تمام. فأنا الثقة اللي عندي أو الحتة الإيجابية اللي عندي هو كاريزمة حسام حسن وسيطرته وقدرته إنه يسيطر على واحد زي محمد صلاح، إنه يقول له عايز ترجع، يعني أنت هترجع تدافع، هترجع تدافع، تمام، هتهاجم، ما تعملش، ما بتعملش، تمام. لا أنا عايز ألعب مهاجم، مفيش حاجة اسمها كده، أنا عندي مهاجم بيلعب. فسيطرة حسام حسن على محمد صلاح انا شايف انها ميزه، ان صلاح مش هيشرد بره القطيع وهيبقى لوحده، لا، هيبقى في حد كوتش بره
بيعرف يسيطر عليه وعنده القدره انه يطلعه. انا بتكلم ان حسام حسن، مش هقول لك ان هو بيخاف من الاعلام، او انت عارف حسام حسن بيعمل ايه وبيطلع يتكلم ازاي، مش خوفا من الاعلام، بس هو عارف قيمه الراجل ده وبيعرف ازاي يهندل الراجل ده. لكن مش معنى ده ان صلاح هيبوظ المنظومه. انا ما شفتش، معلش يا تامر انا مختلف معاك، مش تقليلا من صلاح. صلاح اسطوره عالميه محدش يقدر يقول عليها حاجه، ومن وجهه نظر انجح لاعب في تاريخ الكره المصريه. تمام. بس دلوقتي انت بتتكلم في حته بتقول كاريزما حسام حسن. معلش حسام حسن راجل محترم وعلى عيني وراسي، وطبعا ده الكابتن حسام. مم. بس هو كمدرب مثلا هل هتقارنه بيورجن كلوب؟ ما لا، هو لا. دلوقتي يورجن كلوب يا ريت اوصل لك سؤال. يورجن كلوب ما كانش لاعب تاريخي بس مدرب قوي. كابتن حسام حسن كلاعب اقوى منه كمدرب. ممكن صلاح ان هو بيتعامل مع حسام حسن المدرب؟ ما هو دلوقتي كل واحد وليه فترته وزمنه، فدلوقتي احنا في فتره صلاح. انا مش عارف، بس هي قصه يورجن كلوب اللي دخلها ايه؟ ان يورجن كلوب كان مش عارف يسيطر على صلاح. لا، كان بيسيطر على صلاح. ما هو كان بيسيطر على صلاح عشان ده ليفربول وكده. لكن صلاح اللي انا شفته من هنا ان هو حتى لو جاله مدرب زي زي حسام حسن ممكن ما يكونش سيطرة زي سيطرة مدربين الاجانب. انا مختلف معاك في نقطه ان احنا بنتكلم على المنتخب المصري. ما انا بقى تمام. مش على النادي. المنتخب المصري مع مدرب مصري ذو شخصيه وكاريزما اعرف اسيطر على اي حد، زي ما حصل قبل كده شاول لو تفتكر. حسن شحاته وميدو. ميدو كان هو افضل لاعب في مصر، ده كان ميدو. الراجل كان بيلعب في توتنهام، الراجل كان بيلعب في بره. فلما جه حسن شحاته في ماتش السنغال وقال له اطلع وانزل، والمشكله اللي الناس كلها عارفاها طبعا، ده هل كان حسن شحاته بيراهن؟ لا، حسن شحاته عارف هو بيعمل ايه وقدر يسيطر على ميدو. فانا ده اللي انا طمعان فيه مع كابتن حسام حسن بالنسبه محمد صلاح. طب لو ده حصل بقى عندك نقطه قوه جباره وهو محمد صلاح، وملتزم تكتيكيا. تمام. نتمنى كده. دي نقطه، ملتزم تكتيكيا مع المدير الفني بتاعه. اي فريق زي ما بيحصل دلوقتي على الورق، ان وانا لو بلاعب منتخب مصر وانا فريق ايا كان الدوله بتاعتي، هعمل حساب لمحمد صلاح في البلاتفورم بتاع. لازم يا جماعه انا عايز اوصل وجهه نظر. انا دلوقتي مش بتكلم من تقليل من قيمه صلاح، ده هو اللي بيخوف الفرق، بس بتكلم ان كل فريق ليه نظام. وانا استشهدت لك باليوفي. هل مثلا كريستيانو ده لاعب اي كلام؟ ده اسطوره كره القدم. بس الفكره ان هو وجوده معاهم بدليل ساب اليوفنتوس دلوقتي بقى مركز رابع مركز خامس. هو راح لليوفي كان واصل نهائي مرتين شامبيونز ليج، وكان كسب الدوري 9 سنين ورا بعض، كسب دوري من اقوى دوريات العالم. فهي الفكره دلوقتي انا بتكلم بس في فكره ان كل واحد وله نظامه. يعني مثلا انا شايف الفكره ان هي بتاعت النجم الاوحد وكده، دي بتنفع قوي مع تونس مع الجزائر مع المغرب. هما بينزلوا مهما كان عندهم فوضى مقارنة بمنتخب مصر. بدليل ان احنا كسبنا البطولة 7 مرات، هم طول عمرهم عندهم محترفين وكل واحد كسبها مرة وزايد بيها. فانا كنت بتكلم كده. لكن حتة اللي تامر قالها ان بتظبط قوة لعيب، شخصية اسطورية لعيب اتطوعت لخدمة الفريق، لا انت كده كسبت 100%. بالظبط. وده اللي انا بقول لك عليه، ان انا مستنيه من كابتن حسام حسن. يعني انت مستني ان صلاح يفتح صفحه جديده في تاريخ مشاركاته مع المنتخب في البطوله ديت مع وجود الاسطوره حسام حسن؟ هقول لك على حاجه، هو اوريدي صلاح فتح صفحه جديده، وفتح صفحه جديده مع حسام حسن نفسه. تمام. ده كلام جامد قوي. فتح صفحه جديده مع حسام حسن، لان صلاح ما عادش عنده الوقت اللي يخليه يقول لك لا انا هشوف بعدين. صلاح لو ما كسبش بطوله افريقيا السنه دي، يعني ربنا يديله الصحه ويكمل، لا بس هو مش هيكسبها تاني. خلاص صح. ما عادش ينفع. والجيل بدا يعتزل واحد ورا التاني بدا يعتزل. كان موجود معاه النني وكان موجود، ما عادش موجود الكلام ده. صح، ده حقيقي. وانت عارف ان الثنائيه بتاعت النني وصلاح ديت رغم اختلاف كتير الناس على النني، لكن الثنائيه بتاعت النني وصلاح دي كانت ثنائيه ازليه. يعني كل واحد بيحب من المقاولين، بيحب حد يريحه. ده حقيقي. من المقاولين، وكان مريحه فعلا في المنتخب. ده حقيقي. تمام. والمحمدي كان بيلعب باك يمين وكان ازاي بيخدم على صلاح. فدلوقتي صلاح ما عادش قدامه فرصه. وصلاح اللي انا شفته بعد اللي حصل معاه في ليفربول، وانه بقى قاعد دكه والاتهامات والكلام اللي بيبقى ضده، صلاح مش عايز دلوقتي غير انه يكسب البطوله. انا مراهن على الحته ديت، انت خدتها من على بوق اتم. دي الحاجه الوحيده اللي انا مراهن عليها، مش كفتره تاريخ صلاح مع المنتخب، لا الفتره دي صلاح دلوقتي بيواجه انتقادات ما يعلم بها الا ربنا. جمهور ليفربول والجمهور الانجليزي عاطفي بيحب صلاح. النهارده صلاح عندنا احسن من ميسي،
تاني يوم صلاح ما ينفعش يلعب كوره، هم بيتعاملوا بالقطعه فعلا. فدلوقتي هم قلبين عليه جامد، وكمان الاداره ما وقفتش في ظهره، وقفت مع المدرب الفاشل اللي بيدربه اللي اسمه سلوت ده. فصلاح احسن رد يرجع وعلى شخص عنصري بغيض زي جيمي كاراجير، اللي هو ما على راي مورينو جيمي قال، كارجر ده عمل ايه؟ ده مورينو قال من احسن 1000 مدافع في تاريخ الكوره جيمي كاراجير ما يتحطش معاه. لما يقلل من صلاح وكده ويقول ان منتخب مصر، انا بتكلم صلاح عشان احنا عايزين نكسب البطوله، هو كان بيتكلم من باب الانتقاد وبيقول لك ده اي كلام، وهو اصلا مش عاجبهم حاجه زي بطوله افريقيا هو وكلوب والناس دي، وعايزين نبقى نتكلم عنها ان شاء الله. لما صلاح يرجع له وهو شايل كاس افريقيا، ده احسن رد على الناس دي كلها. وأنا عايز اتمنى أقول ان لك، المنتخب يكسب البطوله وصلاح يشيل اللقب. احنا شفنا صلاح ومشينا معاه خطوه بخطوه من ساعه ما طلع من بره مصر، تمام. وفي نقطه دايما انا بذكرها، ان محمد صلاح هو لاعب ذكي. صلاح مش دماغه مش مسوحاه. انت عندك محترفين كتير وعندك لعيبه كويره كتير طلعوا بره ورجعوا نتيجه ايه؟ مشكله في العقليه انا هقول لك حاجه يا تامر، صلاح اتفضل ذكي. اتفضل. هكملك بس لا لا، النقطه دي. اتفضل. صلاح ذكي، وصلاح عارف الوضع اللي هو فيه حاليا، وعارف ان بطوله افريقيا دي هي الباب اللي هيرجعه للمجد تاني في المجد اوروبا. العالمي الاوروبي، انت داخل دلوقتي هتبقى داخل بدايه الموسم انا معاه بطوله افريقيا. فاللي كان بيتقال زمان اصل صلاح بيلعب بالشوكه والسكينه، انا مش شايف ان ده هيحصل نهائي في البطوله دي. وانا بقول دلوقتي للناس، احنا لسه ماتش مصر ما اتلعبش، الماتش اول وهيتلعب ماتش في النهاردة. البطوله فان شاء الله هيبقى الكلام ده حقيقي، ان صلاح هتشوفه بيموت نفسه نتمنى. زي ما حصل. شفت ماتش الكونغو بتاع بتاع الصعود لكاس العالم، كان بيموت نفسه كلام فعلا. سليم. وده اللي هيحصل معاه دلوقتي. أنا... صلاح كان نفسه يصعد كاس عالم، صعد كاس عالم. صلاح نفسه ياخد البطوله، كلام وده سليم. اللي هيغير الفكره دي خالص. انا تعقيبا بس نهايه الموضوع ده، انا عايز اقول حاجه من وجهه نظري واتحملها محمد الشهاوي، رايي في محمد صلاح. محمد صلاح ممكن ما يكونش احرف لعيب او امهر لعيب جه في تاريخ الكره المصريه، بس انا وكلمه للتاريخ وشهاده حق والله، محمد صلاح ارجل لعيب جه في تاريخ الكره المصريه. راجل مسك في النعمه بايده واسنانه، انا بتكلم كلام عامي يوصل للناس كلها. راح اوروبا رحله كفاح بمعنى الكلمه. ابراهيم سعيد راح صبغ شعره 6 شهور ورجع، وميدو بقصص، ولعب سنتين وبيحكي قصص ل 200 سنه، وكلهم في الفنكوش. حتى محمد زيدان مع احترامي ليه، ده موسم مع بروسيا ولا 2، لكن ده يروح يلعب مع تشيلسي. معلش يا تامر، انت عارف مورينهو وشخصيه مورينهو واللاعيبه تشيلسي تتجمع عليه، يسيب الفريق يروح روما. الدوري الايطالي دوري طف وصعب طول عمره، يتألق فيه ويبقى نجم الدوري، ويرجع من الباب الكبير للدوري الانجليزي احسن لاعب. الناس بتتكلم، احنا شفنا ليفربول، وتامر بيتابع كوره من زمان كوير قوي تامر، وبرضه انا روبي فولر والكلام ده، انا ما كنتش اتخيل في يوم من الايام عشان اجيبها من الاخر ان لعيب زي تيري هنري يبقى محطوط كده، ومحطوط معاه لعيب مصري يعني ولا افريقيا حتى. يعني دروجبا والكلام ده مع احترامي ولا افريقيا والله يتحط مع هنري في نفس الخانه بتاعت الصف. ومحمد صلاح يبقى كده، لا هو نجم اسطوري. نتمنى زي ما تامر قال وزي ما انا قلت ان هو دي اخر فرصه ليه يعمل حاجه يضحك بها نظريه المنتخب. احنا مش واخدين موقف ضده، لا ان المنتخب الراجل ده كان لازم يكسب بطوله، ويكسب البطوله ده ان شاء الله. ومنتخب مصر والله العظيم احنا بنتكلم مش عاجبنا المنتخب، والناس بتتكلم ورابطه قصص ان حسام حسن عامل مشاكل مع حلمي طولان، ده ما يليقش بمنتخب مصر ولا يشغلنا احنا دلوقتي ولا يشغلنا. بس هو بس حاجه وبنتكلم في منتخب مصر ده قسما بالله، يعني معلش لو انا بتكلم المره دي احنا بنتكلم عن المنتخب مش اي حاجه، ان منتخب مصر لو عظم في قفه انا خاف منه والفرق تخاف منه، ولو عظم في قفه مرشح للبطوله. هو في النهايه عشان نقفل بس قصه محمد صلاح، الحته دي مهمه، انا براهن على ذكاء محمد صلاح، كلام سليم، على ذكاء، وانا عارف ان هو ذكي زي ما قلت لك، كلام سليم. فنتمنى ان شاء الله ان هو يقدم لنا افضل ما عنده في النسخه القادمه دي. انا عايز اعرف منك يا شباب على حاجه كده، انا كنت فعلا مش متابعها بس عايز اعرفها. انا بشوف ان جماهير شمال افريقيا غالبا بتهاجم منتخب مصر وبتلزق فيه تهمه ان مصر ما كسبتش بطولات غير في عهد عيسى حياته. عيسى حياته، والموضوع انتشر والموضوع فايرال
انا مش عارف ايه القصه، فعايز اسمع منك، يمكن انت متابع اكتر مني في الموضوع انا ده. هوضح لك يا تامر القصه وللناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي. منتخب مصر عشان في الاتحاد الافريقي موجود في مصر، بيقول لك ان مصر مسيطره على كواليس الاتحاد الافريقي، والكلام ده غلط وعاري من الصحه، وان مصر بتكسب بسبب الكلام ده. بدايتها عشان احنا بنرد بالمنطق وبالكلام المظبوط، بالعقل. بالعقل. منتخب سويسرا، الفيفا في سويسرا، لا ده الفيفا بقى اللي مسيطر على البتاع. منتخب سويسرا ما كسبش ولا بطوله في تاريخه، ومقر الفيفا في سويسرا، ورئيس اتحاد الكوره بيبقى من سويسرا، ماشي. وما كسبش ولا بطوله. فده ملهاش دعوه بده. الاتحاد الافريقي اتاسس ليه في مصر؟ لان ساعه ما مصر الاتحاد الافريقي فيها اتاسس، مع احترامي، ما كانتش باقي الدول تعرف يسمح لها وضعها تعمل حاجه زي كده. مصر طول عمرها سباقه في العرب وفي افريقيا، فما كانش في انسب من مصر يبقى موجود فيها الجامعه العربيه كتقل سياسي وتاريخ لمصر، وفي نفس الوقت اتحاد الكوره الاتحاد الافريقي كتقل رياضي لمصر. فالاتحاد ده عشان نتكلم لما اتاسس في الخمسينات، ما كانش حد يعرف ينظمه غير مصر. دي بدايتها. تاني حاجه، منتخب مصر معاه 7 بطولات، كسب بطولتين اول ما البطوله اتنظمت، 57 و59. و9. هو بيقول لك اصل البطوله كانت بتتلعب ما بين مصر والسودان واثيوبيا. منتخب بلدك ما شاركش ليه؟ اللي بيتكلم مثلا. إيه اللي منعك؟ تمام، مع احترامي، ما هو البطوله كان مفتوح التنظيم، انت ما جيتش، خلاص هنعمل لك ايه؟ يعني اثيوبيا كانت احسن منك، واثيوبيا كانت اقوى منك. الله ينور عليك. انت ما شاركتش ليه؟ ده بدايتها. بعدها منتخب مصر كسب البطوله سنه 86. قال لك اصل مصر ايه؟ منظمه البطوله على ارضها. ده قبل ما عيسى حياته يجي، ما كانش موجود. تمام. طب ما هو فرق نظمت البطوله على ارضها، وتونس نظمتها 94 وخسرت البطوله، ومش عارف مين نظمها على ارضه. يعني منتخب غانا ده تاريخ، نظمها 2008 مصر اللي كسبت. اللي دخل تنظيم البطوله على ارضي اللي انا كسبت البطوله ولا لا؟ المانيا، اقوى منتخب في تاريخ اوروبا، نظم كاس عالم 2006 وخسر البطوله. صحيح. جه عيسى حياته 88، تمام. بعد ما جه كسبنا البطوله 98. يعني بالمنطق عيسى حياته هيبدي منتخب مصر على منتخب الكاميرون مثلا. طلعوا بقى. وللاسف في ناس من مصر بتوع الزملكاويه بيقول لك ايه؟ اصل عيسى حياته حرم منتخب مصر من منتخب القرن واداها للكاميرون عشان يخلي الاهلي نادي القرن. الكلام ده عاري برضه من الصحه. انت ممكن معلومات اول مره تسمعها وتصدم بيها. الاهلي يستاهل نادي القرن بالتصنيف اللي اتحط. منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، الكاميرون اقرب منتخب لمنتخب مصر. ميزه الكاميرون اللي خلته في الفتره دي يكسب المنتخب القرن، اولا هو كان قرب في عدد البطولات مع منتخب مصر في الفوز ببطوله افريقيا. كسب الاولمبيات، ادته رونق، طلع عنده لعيبه محترفين. احنا ما طلعش عندنا محترفين، كان عندنا صحيح. اساطير محليه، لكن هو طلع من عنده روجيه ميلا ومبوما ومش عارف جيريمي ايه وغيره. فصيطوه. فهو منتخب الكاميرون برضه ما تقولش ان هي اجحاف، تمام. الراجل لو عيسى حياته بيحب مصر كان ادى منتخب القرن لمصر وبدعها بتاع. وصلنا بعدها كسبنا 2006 2008 2010. 2008 بدأ ماتش الافتتاح، البطولة على أرضنا كسبناها. رحنا بره ماتش الافتتاح تامر، مصر نازله قدام الكاميرون بإيتو وسونج والليله أيوة. بتاعتها. اول ماتش ده ماتش صعب، وهم قالوا مصر كسبتها في 2006 بنفس الكلام اللي بيقولوه بالحظ ومش عارف ايه والكلام ده. نكسب الماتش الافتتاح 4-2. روجيه ميلا كان قاعد احسن لعيب في تاريخ الكاميرون بيعيط من اللي حصل. لا، وفي حاجه حصلت كمان في البطوله دي يمكن ما اتكررتش كتير. الذهاب ان انت تلاعب نفس المنتخب مرتين. الله ينور عليك. اول ماتش واخر ماتش وده حاجه صعبه جدا. الماتش الاخير يا تامر مصر تفننت في ضياع الفرص. يعني مثلا ايه، جون تريكا هو اللي معلم تاريخيا. الماتش ده كان يخلص 6. صحيح. منتخب مصر في الشوط الاول عماد متعب ما كانش في حالته خالص، ضيع كميه فرص وكملوها كل المهاجمين. يعني كانت حرام مصر تخسر ماتش زي ده. كسبناه 2010 بمستوى المنتخب. احنا نزلنا قدام الجزائر عشان نعرفهم بس اللي حصل في ام درمان ده ظروف خارجه عن الاراده، وكسبنا الأربعة. يعني بيقول لك اصل الحكم اللي هيكسب فريق 4. صحيح. ماتش النهائي وصلنا قدام غانا اللي عملت اللي ما يتعمل في كاس العالم وكسبناها. تمام. انت بتتكلم منتخب كسب 7 بطولات على ارضه بيكسب، بره ارضه بيكسب. مفيش منتخب في افريقيا بيعمل كده. طب هو السؤال هنا، اتفضل يا تامر، هم ليه بيقولوا كده؟ اقول لك ليه بيقولوا كده. بص يا تامر، خدها قاعده في الحياه في اي مجال. لما بني ادم يبقى ما يعرفش يعمل حاجه، والعياذ بالله بني ادم فاشل، ما يقدرش يقول على النجاح غير حاجه واحده، يقلل من نجاحه. دلوقتي منتخب تونس كسب بطوله على ارضه بمهاجم برازيلي دوس سانتوس. احنا ما جنسناش في تاريخ مصر لعيب، هم جابوا واحد برازيلي يجيب لهم الاجوان والبطوله على ارضه.
تاريخ تونس في البطوله تاني ما كسبش البطوله. مفيش، هي مره واحده، هي مره 2004. وعلى ارضه. المغرب سنه 76 في ناس برضه بتقول كانت ظروف مش طبيعيه. من 76 لحد 2025 عيسى حياته اللي ما خلاكش تكسب البطوله. يعني مصر كسبتها، والكاميرون ونيجيريا والسنغال وكوت ديفوار وزامبيا حتى كسبتها. كل الناس دي كسبتها بعيسى حياته. حتى يعني روح عيسى حياته بعد ما الراجل توفى الله يرحمه، نفس النظام بتقول هو السبب. يعني ده كله كسب. وجاء المغرب قال له انت مش هتكسب، جاء الجزائر قال له انت مش هتكسب. لو مصر هي مسيطره على كواليس الاتحاد الافريقي، معلش يبقى البطوله بتتلعب في مصر في 2019 هنكسبها بقى. يعني هنكسبها مثلا. احنا خسرنا، ما طلعش من جنوب افريقيا، من جنوب افريقيا في دور ال 16 صحيح. والجزائر اللي كسبت البطوله. وما بقاش انا كاقوى فريق في افريقيا في 2010 وما ادخلش البطوله بعديها مرتين ورا بعض. مرتين ورا بعض بالعافيه بقى. كنا دخلنا كان عمل لنا مجموعه سهله. ايوه وكان بالامر كان صعدنا. احنا قعدنا لحد فتره ما بنشاركش في بطوله افريقيا. بص انا مش معترض معاك يا شهاوي ان الموضوع منطقي ولا مش منطقي. هو الموضوع مش منطقي، احنا مش جايين نحلله، احنا بس بنرد على الاقاويل اللي لان بتتقال تامر كل شويه. هم عايزين يوصلوا لايه؟ كل من قال الموضوع عايز يوصل لايه؟ عايز يقلل من تاريخ منتخب مصر. عشان هو دلوقتي هتيجي تتكلم معاه هتقول له عندي الاهلي والزمالك، ده حتى بيراميدز دخل في الموضوع، مسيطرين على الرزنامه والكوته بتاعه البطولات بتاعه الانديه. هتيجي تتكلم معاه في المنتخبات، هو هيقول لك انا بشارك في كاس العالم. عملت ايه في كاس العالم؟ كسبت البطوله. انا اول مره في التاريخ اسمع يقول لك بطوله رابع كاس العالم. يعني كل فرق اوروبا كسبت رابع كاس العالم، ده بيستعر منه. بيقول لك ان هو ما بقاش البطل. منتخب مصر هو نظامه كده، وانا بحب انا كده. هروح كاس العالم هطلع حصاله ما فيش مشكله. حاجه القاره هكسب الذهب من الاخر. ذهب القاره زي ذهب كاس العالم اعلى منه. ذهب 24 وذهب 21 بس عياق ده اسمه ذهب في الاخير. لكن انا نظام اروح كاس العالم العب لي ماتشين في بطوله متجمعه واجي بعد كده. يعني المغرب ده باللي هو عمله ده كله، انا يعني احنا بنصور البودكاست، انا شفت الماتش امبارح والله العظيم منتخب اي كلام. انا مش عايز مش مجاله. تاني حاجه انت طلعت رابع كاس العالم. جنوب افريقيا بيرسي تاو اللي بيلعب في الاهلي كان في دوك 2-0 وطلعوك من البطوله. صحيح. تركيا ما طلعت رابع كاس العالم الله ينور. وبعدها ما شاركتش في مين كاس في العالم. تركيا تفتكروا في تركيا؟ ما في يعني كان ليه اسامي زمان، بس هل الناس ديت اساطير؟ حسن شاش والهان منسيز الله ينور عليك. لما تيجي تتكلم في اساطير اوروبا هتطلع دول منه. ده جيل تاريخي لتركيا وخلاص. بس هو شهاوي يمكن العاطفه شويه عندنا كعرب هي دي المشكله. مختلف. هي دي المشكله. احنا كلنا كنا بنشجع المغرب، تمام؟ ماتش اسبانيا وماتش البرتغال احنا كنا بنشجع المغرب. بس رد الجميل ما عجبنيش انا الصراحه. فهو رد فعلهم اللي كان مختلف. احنا كنا بنشجعكم وكنا واقفين معاكم وفرحنا لما طلعوا رابع كاس عالم، وكنا نتمنى ان هم يكونوا ثالث كاس عالم. عالم. الاعلام المصري انا صنفه من اقوى الاعلام، يعني مش من الاقوى فعلا عالميا، لان الريتش بتاعه بيوصل ل 350 مليون بني ادم في الشرق الاوسط. تمام. الاعلام المصري كله، معلش ايه اعلام المغرب مع احترامي، كان الاعلام المصري كله رياضي وكل حاجه، لابس التيشيرت وبيشجع وبتاع. بالظبط. احنا اللي كنا بنشجع، احنا اللي عملنا الشو. لما انت تكسب البطوله تقول اصل احنا المثروه وعملناوها والكلام ده. انا مش بقول كلهم مع احترامي للشعب المغربي، فيهم لكن احنا بنتكلم فعلا ده منتشر في تونس. يعني مصر لما كسبت الجزائر في 2010 4-0 كل اللي في دماغه ان الحكم هو اللي عمل كده. تشوف تامر الماتش كان حسام غالي واحمد حسن كانوا بيتكلموا عنه قريب، بيقول لك احنا جبنا الجون الثالث في الجزائر، وبيقول لك لقينا لعيبه الجزائر الكابتن حسن شحاته قال لهم هدوا اللعب بقى شويه من الضرب اللي حصل. هم كانوا عايزين يحطوا في الجزائر 10 تجوان. اللعيبه كانت بتدخل يعني لو الحكم كان مثلا كان طرد كل الفريق. انت تعرف ان الماتش ده كان بدنيا كان صعب جدا، وكان ماتش عنيف جدا. انت عارف فيه كام طرد؟ كان في 3 طرد. في 3 والمفروض يبقى 10. كان في 3 كلهم كانوا بيضربوا الجزائر. عارف يعني ايه؟ يعني انا ما بلعبش كوره. ده مش كوره يا تامر، ده كله بالكوع في الراس، ضرب في الرجل بتاع. فمنتخب مصر انا ما بحبش اشوف انسان ناجح وتقلل منه. يا عم انت نجحت في حاجه احنا نفرح لنجاح، بس انت اول ما تنجح ما تجيش تنجح على اللي انجح منك. وفعلا منتخب مصر لا يقارن بيه اي منتخب في بطوله افريقيا. خلي منتخب يكسب كاس العالم هقول لك احسن من مصر، لكن منتخب افريقيا ما كسبش كاس العالم ما فيش احسن من مصر. مظبوط. عامه احنا عشان نقفل بس القصه ديت، فاحنا بنوجه طبعا تحيه لاخواتنا المغاربه، والموضوع مش شخصي، مش كلهم طبعا، لكن في بعض الافواه وده موجود في كل مكان في العالم. انت عندك هنا في مصر يا شهاوي
في ناس ممكن تطلع تهاجم المنتخب بتاعها ايوه بتاع ده بلدها. كلام حقيقي، ده تمام. ده كلام فده حقيقي. ممكن يحصل في المغرب، ممكن يحصل في تونس، ممكن كلام يحصل في سليم، الجزائر. كلام سليم. لكن حبينا نتكلم في النقطه ديت يعني سريعا كده. كلام سليم. عايزين نتكلم في نقطه يا محمد بسيطه جدا، بس الناس دلوقتي في الشارع دايما وخصوصا جيلنا بيحطها في مقارنات، جيل حسن شحاته والجيل الحالي في منتخب مصر. تمام. السؤال الاشهر والسؤال اللي احنا محتاجين له اجابه، هل اللي عمله جيل حسن شحاته والانجازات اللي عملها 2006 2008 و2010 هل ده كان قوه فنيه ولا تنظيميا ولا بايلك هو ضربه حظ؟ تمام. طبعا احنا بنقول فنيا فده معناه ان كواليتي لعيبه، تنظيميا يبقى ده وجود الكابتن حسن شحاته، ولا ضربه حظ؟ لا انا شايف الصراحه ان منتخب مصر كسب مع كابتن حسن شحاته بعد توفيق ربنا بسبب كلمه واحده: العدل. حسن شحاته، الكابتن حسن شحاته كان بيختار ده منتخب مصر. يعني مثلا مصر ايامها كان عدد السكان 65 مليون، كان بيختار احسن 23 او 27 واحد بيلعبوا كوره في الناس دي. فكان ما بيبصش اللعيب بيلعب في نادي ايه، اللعيب ده وراه صحفيين قد ايه، اللعيب ده وراه جمهور قد ايه. انت هتفيدني في الملعب، هتفيدني. 2006 احمد حسام ميدو اللي الزملكاويه كانوا عاملين صنم العجوه مع المنتخب فعلا. لو انت جبت من اول ماتش لحد ما المشكله حصلت في ماتش السنغال ولا ليه اي تاثير يذكر، اما طلعه ومنزل واحد جديد الناس ما تعرفوش جايبه من انبي، ده مش من الاهلي ولا الزمالك. نزل سبحان الله احسن رد اتعمل على ميدو ساعتها ان الراجل ده عمرو زكي بعد دقيقتين اول ما نزل جاب الجون في السنغال، سبب فوز مصر بالبطوله لان صعدت مصر النهائي وكسبت البطوله. صحيح. مع 2008 شاف ان ميدو ده مش هيفيده، انا دلوقتي دعمت المنتخب بزدان وعمرو زكي ومتعب، خلاص هو ملوش لازمه معايا، خلاص مش هاخده عشان مفروض عليا. وكان بيروح ياخد هاني سعيد من الاسماعيلي واحمد سعيد اوكا من حرس الحدود. انت دلوقتي ما حدش يقدر ياخد لاعب من حرس الحدود للمنتخب. صحيح. تمام. ولا انبي. هو حسن شحاته ربنا يديله الصحه كان ما بيحبش حد يبوظ اوضه اللبس. ده كلام حقيقي. راجل عنده عدل. راجل كان بيعمل ايه؟ دلوقتي لعيبه الاهلي في الفتره ديت كانت متسيده الموقف لان كانت بتكسب. الاهلي عامل زي بايرن ميونخ، زي اليوفنتوس في ايطاليا. اليوفنتوس حلو، ايطاليا كويس. اليوفنتوس وحش، ادي ايطاليا ايه. البايرن ميونخ نفس النظام. الاهلي عامل زيهم، هو اللي بيمد المنتخب باللعيب. فهو لقى المنتخب مين اللي بيكسب في افريقيا اللعيبه دي، قام جايبها مع عبقريته وقام ملعبهم مطوعهم في المجموعه مع اللعيبه التانيه، واحسن ناس هي اللي هتلعب. في الاخر وصل بيه الامر من كتر النجاح. اصل لما انت بتعمل عدل الناس نفسها بتتفتح. فهو كان بيخلي مثلا ايه، انت نجم عندي مش نجم، انتوا كلكم زي بعض. فيجي الملعب في الملعب مثلا ما يقولوش ده محترف بصير الكرة، ده زميلك. لما حط الفكرة ده في دماغهم، انت ما لقيتش 11 لاعب، انت لقيت 11 وحش بيلعبوا. بس هل الفكرة دي يا تشهاوي هي اللي خلت في حاجة برضو مهمة؟ اتفضل. هل الفكرة دي هي اللي خلت ان يبقى في عند الجمهور انتماء للفريق ده كلام حقيقي، ولا الانتماء ده كان نتيجة البطولات؟ يعني انا برضو عايزين نوصل الامور ببعضها. هل انا كان عندنا زمان 2006 و2008 و2010 انت كان ممكن تسيب اي حاجة في ايدك عشان تتفرج على الماتش؟ كلام سليم. دلوقتي ما بيحصلش لك لحد النهاردة. يعني اقول لك ليه. لان زمان ده كان منتخب مصر بمعنى الكلمة، دلوقتي منتخب ايجيبت. زمان كان اللعيب لما مثلا مصر تخسر، المنتخب يخسر ماتش، تلاقي اللعيب يطلع في اللقاءات التلفزيونية يعتذر. دلوقتي اللعيب بيقول لك انت مالكش حاجة عندي، ده نغنى منك. أسامة نبيه عامل فشل رهيب في كاس العالم. قال لك واحد شاحن كارت ب5 ينتقدني يا عم. دلوقتي ما هو اللي شاحن كارت ب5 ده جمهورك. ايوه ده ما هم كلهم لا مش قصدي تامر، دول كلهم اللي بيشجعوا الكوره. لو انت استبعدتهم كلهم مش هتلاقي حد يشجعك. صحيح. تمام. زمان كان اللعيب يجي مثلا يجيب لك بيت اهله ومش عارف ايه، تحس ان هو جارك. صحيح. احنا كلنا في مصر مرتبطين بالشوارع بتاعتنا والمناطق بتاعتنا. فهو مثلا كان اللعيب يطلع في التلفزيون تحس ان هو منك تبعك. دلوقتي اللعيب بيقول لك لا 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 انا اغنى منك، انا قاعد في الكومباوند، انت مشجع فقير، احنا كلنا غلابه على بابا والله. بس هم وصلوا الاحساس ده. فرد فعل طبيعي من اللي هو حاصل يقول لك خلاص يا عم بالكومباوند بعربياتك بالحريم اللي هم حواليك انت ما تلزمنيش. فحصلت الفجوه. تلاقي مثلا ماتش للمنتخب بيلعب من زمان كان حتى الماتش الودي مليان من اوله لاخره. صحيح. دلوقتي مثلا يطلع يقول لك حضر 2000 ليه؟ ما هو بسبب كده. ما هو دلوقتي في حاجات لازم تتعمل. موقفين انا بس عشان الوقت هحكيهم. لما منتخب مصر حصلت مشكله عمرو ورد،
حصلت المشكله، بدل ما صلاح واللعيبه تهدي الموضوع جابوا الجون في اوغندا، راحوا للجمهور المحمدي ليه رياكشن، انا قلت بقى ده يعمل كده وبقوا بيعملوا. كنا زمان منتخب الساجدين، دلوقتي بقينا منتخب المتحرشين. ده موقف تاني عمله محمد النني كلاعب، يعني انا شايفه الصراحه لعيب، يعني هي الصدفه صنعته. عمل رد فعل مش عايز احكيه، ما في ماتش مصر والاردن حاجه ما تصحش خالص. واحد صحفي جاب الفيديو، ما تصحش خالص. انت راجل مصري ودول مصريين، فده خلى في فجوه ما بين زمان انت ما كنتش تشوف الكلام ده خالص، بل بالعكس كان عندهم فدائيه حاجه برضه عشان انت بتحب اللاعب اللي بيبذل مجهود في الملعب. حسام حسن انا بحبه ليه؟ مش عشان بس هو كان راجل كاريزما والكلام ده. مصر كانت بتلاعب السنغال وكانت لازم تصعد اول المجموعه في بطوله افريقيا 2000، بيشيروا على القناه ان شاء الله الجون ده. فكان حسام حسن كان عنده عامل عمليه في الفقرات العنقيه، دخل جاب جون. المدافع كان لولا ستر ربنا كان ممكن شاط راسه. الكلام ده ما بتشوفوش دلوقتي. حاجه برضو كأخيرا من وجهة نظري، المنتخب زمان كان بيبقى محطوط من الآخر، منتخب مصر رايح بطولة أفريقيا محدش مستعنيه، بتخلص بتلاقي البطل. 98 أقرب مثال، كانوا مصنفين مصر، كانت أول مرة البطولة تعمل 16 فريق، حطوا مصر رقم 13 في الفوز بالبطولة. الكابتن الجوهري عمل بس حاجة عشان ما ننساش ذكره برضه، راح جاب لهم الجرايد بتاعت بره والجرايد في مصر بتحكي ايه، وحط لهم الجرايد وقال لهم بس بردوا على الكلام ده. في الاخر مصر حتى 2006 2008 2010 الوضع غير. في التسعينات كانت قوة بطولة افريقيا، كفاية منتخبات زي الكاميرون والجنوب افريقيا والكلام ده، ومصر تكسب البطولة. يعني حاجات نفسنا ترجع تاني. انا لما سألتك برضو السؤال على موضوع الجيل حسن شحاتة فني ولا تنظيمي ولا ضربة حظ، انا عايز اقول على حاجة. هو كان الاتنين مع بعض. كابتن حسن شحاتة انت قلت كلمة كويسة جدا، هي كلمة العدل. والعدل ده بيخلق ما بين التيم روح. كلام مظبوط. جميل. حسن شحاتة، كابتن حسن شحاتة طبعا مع احترامنا ليه، كان بيعمل حاجة حلوة جدا جدا. كان بيراهن، مش بيراهن زي ما الناس فاهمة، كان عنده اقتناع ورؤية. الراجل ده من احسن الناس اللي كانت بتشوف لعيبة. الراجل ده من اول ما مسك في 2006 كان واخد حسام حسن. حسام حسن حصل. جاب جون وعمل جونين. حصل. الراجل كان عنده 39 سنة، بس هو واخده لان الراجل ده كابتن، وهو عارف يعني ايه هاخد حسام حسن كابتن للفريق. هو مع كل بطولة كان بياخد لها تامر لعيب يبقى مؤثر. ما انا كنت هقول لك بقى الباقي كمان. يعني ده في 2006 ده رهان. في 2008 الرهان طبعا اللي عمله، طبعا في 2006 طبعا موضوع تبديل ميدو وعمرو زكي، تمام، ده كان رهان. انت ازاي تطلع وما هموش من الاسامي. بالظبط. في 2008 جاب زيدان، صح، وجاب حسني عبد رب. كلام سليم. مين الناس ديت؟ محدش كان يسمع عنها. اسال الشارع المصري ما كانش حد يعرف مين زيدان ومين حسني عبد رب. ده كان رهان. في 2010 لما استبعد ميدو كمان خالص وجاب ولد من الاتحاد السكندري، دي اقوى واحده بالنسبه من لي الاتحاد السكندري اسمه محمد ناجي جده، اقسم بالله ما كان حد يعرف اسمه، وهو اللي جاب البطوله لوحده. وحاليا يعتبر بطولته فعلا. الراجل ده بيسموه البديل الذهبي. الراجل ده دخل مساعد جينيس، ده 6 ماتشات تامر ب6 جوان وهداف البطوله، ما حصلتش في التاريخ. البديل الذهبي ومتسمي كده. يبقى ده كان رهان لحسام حسن. حسام حسن لما جاب حسني عبد ربه، تمام، واخد احسن لاعب مرتين في افريقيا في البطوله. هو حسني عبد ربه كان في البطوله، كان قبل كده كان لاعب متميز، بس مع تحت ايد الكابتن حسن شحاته تحول من متميز لاسطوري. بالظبط، لاسطوري. فهي دي قصه الرهانات اللي كان بيعملها كابتن حسن شحاته، ورهانات جيده ومش رهانات عشوائيه، بناء على رؤيه وفكر وبلان هو عاملها. هو عنده رؤيه تامر. اخر حاجه يعني عنده رؤيه باللي انت اتكلمت فيها. كان بيدخل كل ماتش دي، انا نفسي الكابتن حسام حسن يعملها دلوقتي. مش اسطمبه، لا ده كان بيدخل. يعني مثلا ماتش مصر وكوتيفوار في دور نص النهائي بتاع 2008، المنتخب كان ليه شكل بيلعب بيه لحد الماتش ده كان ما يعلم بالله ربنا. اللي بيقول لك اصل المغرب محترفين، مصر كانت نازله تلعب قدام منتخب العالم ساعتها. عمل ايه بقى من ذكائه؟ قال لك دلوقتي انا مش هسيب سيد معوض يلاعب عبد القادر كده لوحده، قام ساحب عمرو زكي وملعبه وينج شمال، بدل كده تبديل. منتخب كوت ديفوار كان نازل مش فاهم اللي بيحصل. الماتش خلص 4-1. صحيح. جاء ماتش ايطاليا، جاب حمص، قال لك اصل اللعيبه بتاعت ايطاليا وسط الملعب بتاع ايطاليا طول عمره وسط ملعب قوي، فعايز لعيبه مختلفه.
يجي حمص يجيب الجون، هو ما لعبش غير الماتش ده وجاب جون في ايطاليا سبحان الله، وجون يحسب له ويكتب يحسب له باسمه. جون اسطوري. ولو هتكمل على ماتش البرازيل، يكفي الكلمه اللي قالها كابتن حسن شحاته للعيبه في اوضه اللبس، كلام سليم. قال لهم احنا جايين نستمتع، مش جايين نشيل 6 و7 من البرازيل. لا مش كده كمان، احنا جايين نستمتع، جايين نلعب كوره. حسن شحاته يعني الكلام اللي قالوه كمان، اذا كان ابو تريكه ولا الحضري ولا غيره، قال لك احنا الراجل ما حطش علينا ضغط، قال لك انزلوا استمتعوا بالماتش. صح. انتوا بتلعبوا البرازيل، ونتيجه استمتاعهم بالماتش، الماتش ده هو احسن مباراه في تاريخ منتخب مصر، ممكن تتفرج عليها كل يوم كانك بتتفرج على فيلم. تامر تعقيبا على كلامك، قال لهم ايه ما بين الشوطين؟ الماتش كان خلصان الشوط الاول 3-1، قال لهم انا مش جاي اشيل 7 من البرازيل. وضرب الحاجات كلها وكسر الاوضه وسابهم ماشي. ده ما قالهمش حاجه تانية ولا تكتيك ولا هو ما اتكلمش في تكتيك، ما اتكلمش. نزلوا الشوط الثاني كفايه يحسب له، جاب احمد عيد عبد الملك، معلش هو لعيب بيعمل مشاكل مع الناس على طول، بس في الملعب كان لعيب جامد. نزلوا الماتش بقى هو مع زدان مع تريكا مع شوقي. انت مثلا معلش البرازيل ساعتها كان كاكا وروبينهو واساطير الكره البرازيليه، مفيش فرق ما بين الاثنين. فهو تحيه اجلال وتقدير ليه الصراحه، ربنا يشفيه ويعافيه. ربنا يشفيه. والكابتن الجوهري نفس النظام، الله يرحمه، كان نفس المنوال برضه بالظبط. فالراجل ده كان قدر يزرع الروح في المنتخب. ومن بعد حسن شحاته احنا مرينا بمدربين ما قدروش يعملوا ده. صح. ده وده حقيقي. تاني هرجع اقول اللي انا قلته في اول البودكاست، ان انا اتمنى ان كابتن حسام حسن يعمله، انك تزرع في قلب الفريق الانتماء والروح. صدقني هتاخد البطولة بدون اي تفاصيل. انت مراهن على حسام حسن في البطوله ديت ممكن يعمل حاجه زي كده؟ صدقني يا محمد، رهان شديد. صدقني انا احنا قلنا في البودكاست اللي فات ان انا متوقع ان مصر هتوصل لنص النهائي، تمام؟ ممكن ما توصلش النهائي، ولو حصل احنا هنقول لكابتن حسام الف شكر يا كابتن حسام على اللي انت عملته. لكن الحته بتاعت النهائي وانك تاخد البطوله دي عند حسام حسن، دي من جوه عند حسام حسن في اوضه اللبس. ازرع ده للناس، تمام، اللي معاك، الروح والانتماء، وعرفهم قد ايه ان الجمهور في الشارع الناس زعلانه منكم. ده كلام عرفهم ده، وقول لهم ان انت بتتابع يا كابتن حسام سوشيال ميديا، وبتتابع اللي بيحط بوستات وي. قول لهم الناس زعلانه، قول لهم الناس مش عايزه تنزل تتفرج على المنتخب، قول لهم ان انت عملت منتخب ماتش ودي ما حدش يتفرج عليه، لا في المدرجات ولا في التلفزيون، غير اللي بيحاول يقدم محتوى عن الكوره. دي الناس اللي تابعت. لكن لو سالت ناس كبيره او ناس بتقعد على قهوه ما حدش يتفرج عليه. قول لي الكلام ده للناس اللي معاك يا كابتن حسام، صدقني هتاخد البطوله. كابتن حسام حسن كان طالع من منطقه حلوان. كابتن حسام حسن من سكان مصر بتوع زمان. انا نفسي يوصل حاجه للمنتخب، ان ده اسمه منتخب مصر مش منتخب ايجيبت، تمام؟ هو راجل ابن بلد زي ما بيقولوا. لو هو وصلها، معلش انا بحبهم يعني كلاعيبه ما حدش يعرف قد ايه، وبيعجبني فيهم. كانوا بيروحوا اي ملعب، يعني ممكن الناس تنتقدها، لا انا شايف ده الصح، ما كانش بيخاف من حد خالص خالص. نفسي يحط فيهم الحته ديت. انا شفت منتخب المغرب امبارح ساعه تصوير البودكاست، كان منتخب المغرب امبارح، المنتخب ما يخوفش خالص. يعني لو احنا لعبناهم في النهايه هنكسبهم ان شاء الله. لا جاوه، مفيش منتخب يخوف، مفيش حاجه اسمها منتخب يخوف. انت لو الناس كانت بتتكلم ان المغرب منتخب فضائي يعني. لا علمك هم مشكلتهم كمان ان اشرف حكيمي مصاب، والراجل ده هو اللي بيلم الناس حواليه. ده كلام حقيقي. يعني الراجل ده فعلا مش بره، مش في اوضه اللبس، الراجل ده اللي بيلم المنتخب حواليه في قلب الملعب. فيمكن دي احنا قلناها في البودكاست اللي فات، ان دي ممكن نبقى نقطه ضعف، هو غياب اشرف حكيمي. عامه احنا نتمنى ان شاء الله ان يكون البودكاست النهارده خفيف وعجبكم، واحنا ان شاء الله مع بعض باذن الله في خلال بطوله افريقيا يعني ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى كده ان يعجبكم، ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري. شكرا يا كابتن محمد حبيبي يا طماطم.